هلا والله متابعينا، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة يا رب. فيديو اليوم فصل إتراك أو فصل زي هندي، قياس إكس لارج، وكمية القماش 3 أمتار. هذا القماش قديفة جلد الأرنب. نجي نستعمل القماش على طول 3 أمتار. عندنا الحاشية هذه مفتوحة، حاشية على الحاشية طبقناها سوا، وحاشية مغلقة. هذه حيتفصل على طول القديفة، ومطة القماش حصير بالعرض، هذه جهة مغلقة وجهة مفتوحة. نجي ناخذ عرض البجامة. عرض البجامة إشقد 35 سنتيمتر. نجي على طول البجامة. طول البجامة 105. أما طول السرج 36 سنتيمتر. هذا قلنا القياس إكس لارج. نجي هنا ناخذ عرض قصة السرج إشقد 6 سنتيمتر. بعد ما ناخذ الطول اللي 36 سنتيمتر، وبعدين ناخذ 6 سنتيمتر عرض قصة السرج، عرض قصة السرج، ونجي نقصها. هاي الخطوة الأولى. نجي على الخطوة الثانية من البجامة. عندنا هذا الركن من الجهة المغلقة، حاخذ إشقد ننزل من هنا 3 سنتيمتر. ناخذ فقط أول قطعتين، فقط أول قطعتين ننزل بيها بهذا الشكل. بعد ما نزلنا بأول قطعتين قصيناها 3 سنتيم، هذه شو حنستعملها؟ حنستعملها للقطعة من الأمام. هاي أعطيتكم إياها بالأشبار، وإن شاء الله تعرفون طريقة التفصيل بشريط القياس وأيضا بالأشبار. أما طول البجامة 105 سنتيم، بالأشبار 5 أشبار. بعد ما قصينا القطعة الأمامية من السرج، أجي أقلب القطعة الأمامية بهذه الطريقة، وناخذ فقط 1 أو 2 سنتيمتر القصة قطعة الخلف، لازم شوية أكبر من القطعة الأمامية. بعد ما كملنا قصة السرج وقصة الكمر من فوق، نجي على عرض البجامة. عندنا عرض البجامة حسب القياس اللي عندكم، تريدون 18 أو 20 سنتيمتر عرض البجامة من الحجل. نجي نقصها من الركن إلى 20 سنتيمتر. أجي أعدل طريقة القصة هنا. عندنا قصة الردن، هذه حاشيتين سوا طبقتين، وهاي حاشية مغلقة. حطلع من طول القماش اللي على طول 3 أمتار، حطلع طول الردان اللي هي قياسها 63 سنتيمتر. أما بالأشبار 3 أشبار، ونجي نقص القطعة. هذه الردان حتركها بنهاية الفيديو. أجي على قطعة الصدر. عندنا حاشيتين مفتوحة وحاشية مغلقة. حفصل القديفة على الظهر. عندنا عرض الرقبة 8 سنتيم، يعني 4 أصابع، ونجي نقطها بهذا الشكل. قبل لا نقطها أعطيكم إياها بالأشبار، قلنا 4 أصابع. ونزال حفرة الرقبة القطعة الأمامية والخلفية دائما أخذها أيضا 3 سنتيمتر. قلنا القياس إكس لارج. عندنا الكتف 21، ننزل 2 سنتيم ونقص
ميلان الكتف. بعد ما قصينا ميلان الكتف بهذا الشكل، ننزل بعدها 21 سنتيمتر. احنا نسوي 22 لأن القديفة لازم شوية نكبر بالحفرة فقط بالقديفة، أما بقياسات الكشمير لا يختلف. نجي نخطها بهذا الشكل ونجي نفصل حفرة الإبط. قلنا النزال 21، أما عرض الصدر ايش قد حنسوي؟ حنسوي 30 سنتيم زائد 2 سنتيم يصير 32 سنتيم للزيادة يعني. وهذا خط أيضا. نجي نقص حفرة الإبط بعد ما حددنا مستوى عرض الصدر. هذه ال2 سنتيم نزود قلنا 2 سنتيم عليها. منا إلى هنا حنحدد موقع الكمر أو اللاستيكة. عندنا إيش قد 14 سنتيمتر. ونسوي أيضا قرض بسيط لقطعة الأمام والخلف حتى نعرف وين نوصل بالخياطة. وبعد هالخطوة ننزل نسوي فتحات من الجانب. طول الفتحة 30 سنتيمتر. هذه اختيارية حسب ذوقكم، تريدون تسدوها وتضيفون عليها دقة أيضا تطلع كلش حلوة. ونوصل ل30 سنتيمتر وندورها بهذا الشكل. ليش؟ حتى من تنطبق عندنا الفتحة تطلع مرتبة. هنا أنا أفتح القطعة هذه لأن قلنا الحاشيتين مطبوقات سوا وحاشية مغلقة. هنا أنا ناخذ شبر وندورها بس أوخر الزايد ونصعد 2 سنتيمتر يعني إصبعتين. وهذا شكل القطعة الأمامية. نجي على قطعة الردان. بعد ما نصفتها بهذا الشكل نقص الزايد. هنا تركت 1 سنتيم زيادة وأجي أفتحها وأعدلها نضفنا قلنا 1 سنتيم ونطبقها بهاي الطريقة وناخذ طول الردان. طول الردان 63 سنتيمتر، أما بالأشبار قلنا 3 أشبار. نجي على نزال حفرة الردان. نزال حفرة الردان ايش قد نسويها؟ 12 سنتيمتر. ونجي نقوسها بالبداية بهاي الطريقة وندورها بهذا الشكل ونحفرها. عندي بالفيديوهات السابقة طريقة تفصيل الردان، ادخلوا وشوفوا شلون ننزل وشلون نفصل الردان. عندنا هنا 18 سنتيم لأن هاي ردان لاستيكة. أجي من نقاطة الصفر ننزل إلى نزال معصم الإيد. هذه الزيادة نعدلها وهنا نصعد 1 سنتيم ونجي ندورها بهاي الطريقة حتى عندكم متهدل من الجانب لازم نصعد بها 1 سنتيم. طريقة خياطة البيجامة هسه نفتحها يعني القطعتين ناخذ جهة واحدة قياس اللاستيكة. أي بيجامة عندكم أي قياس تاخذون فقط قياس جهة واحدة، يعني مو على طول عفوا مو على داير مداير اللاستيكة عفوا البيجامة. هاي نخيطها ونتركها على جنب. نجي على السرج الأول نقلب القطعتين نخيط السرج الأول. هاي السرج الأول الأمامي.
نعطي بداية تثبيته ونهاية تثبيته أيضا للخياطة. ونجي على الجهة الثانية من السرج أيضا نعطي تثبيته ونهاية تثبيته للخياطة ونضرب القطعة أوفر. هذه السنتيمات اللي تركناها من هنا هذني للأوفر. بعد ما ضربنا السرج أوفر، هذه شوفوا المسافة تركتها للقطعة الخلف، ونجي نخيط البجامة على طولها بهاي الطريقة. تحبون تقصفون أو تحبون تعرضون، هذا الشي راجع لكم طريقة تفصيل البجامة. هنا ضفت علامة للسرج من الخلف. أجي هسه بعد ما ضربت الجوانب أجي أكف البجامة من الأسفل، وأيضا حافة القدم أيضا كفين ضربتها أوفر. هاي الجهة الأولى. نجي على الجهة الثانية نفس الطريقة اللي خيطناها نطبقها بهذا الشكل ونكف البجامة من الأسفل. هاي خيطنا هنا اللاستيك. هنا حقسم اللاستيكة 4 أقسام حتى تضبط عندنا القياس على الخياطات. هاي الخطوة الأولى. أجي للجهة الثانية أيضا من السرج ونخيط البجامة على الحافة مع السحب، سحب فقط اللاستيكة. هاي الجهة الثانية من السرج ونكمل خياطة اللاستيك للأخير. بعدها أضربها أوفر ونرجع نقلبها ونخيطها. هنا بعد ما ضربتها أوفر لكم أرجع أقلبها بهذا الشكل ونخيطها. هنا الفيديو سرعت لكم حتى شوية الفيديو لا يصير طويل وممل عليكم. وهذا شكل البجامة بعد ما كملنا خياطته. هذه البجامة للقطعة الأمامية، أما الطويلة قطعة الطويلة هذه للخلف، وضفت علامة سرج الخلف. نجي على القطعة الأمامية قطعة الصدر، هذه نجي ناخذها 1 سنتيم ننزل بيها بالحفرة بهذا الشكل فقط القطعة الأمامية، وناخذ 1 سنتيم من الكتف. هنا ناخذها 15 سنتيم لأن حنسوي شون بلوز ربع ياخة ونضيفه. هذه 15 سنتيمتر نزال حفرة الصدر من الأمام. أجي خيط الكتف الأول وهذا الكتف الثاني. بعد ما كملنا طريقة الخياطة الأكتاف نجي نطبقها بهذا الشكل ونقيس الرقبة بهاي الطريقة بشريط القياس. هذه ما أقدر أنطيكم إياها بالأصابع أو بالأشبار. عندنا الطول مالتها تقريبا حسب قياس طول الشريط اللي عندكم. أنا طلع عندي 27 سنتيمتر
أما طولها إشقد عفوا عرضها 10 سنتيم. هنا نخيط الياخة بهاي الطريقة، يعني وصلة عدلة أو قطعة قماش عدلة، ونجي نطبقها بهاي الطريقة ونسحب القطعة بما إنه القماش يتمطى حتى عندكم لا تتفتق. هذه قطعة الخلف، نسوي قرض بسيط ونجيب الياخة نخلي الخياط على الخياط ونخيطها دور على دوران الرقبة بهاي الطريقة. مع سحب الياخة اثنيناتهم، يعني نسحبهم ونعطي تثبيتة ونضربها أوفر. أجي على طريقة الردان، بعد ما ضربتها أوفر هستعمل اللاستيك الرفيع ونترك 1 إصبع ونخيط بهذه الطريقة. هذه الجهة واحدة، نجي على الجهة الثانية أو الساف الثاني العفو، أو أيضا مع السحب. سوينا 4 خطوط أو هذا شكل الردان. بعد ما كملنا طريقة الخياطة الردان بهذا الشكل، نجي نثبت الردان على قطعة البدن. دائما نعطي بداية تثبيته ونهاية تثبيته. هذه القطعة تقريبا قياسها 4 أصابع من القياس اللي فصلناه بداية الفيديو. نزلنا بنزال الخصر إشقد 14 سنتيم. حنضيف الحزام أو قيطان سحب بالقطعة الأمامية. هاي الجهة الأولى، نجي على الجهة الثانية. يعني نخلي الوجه على قفا القطعة بهاي الطريقة ونعبيها قيطان. أما طريقة خياطة الجوانب هذا حتركه عليكم.